سلام عليكم. الكرنبيط شايفين شكله عامل ازاي؟ تعالوا الاول كده نسمع الصوت. حاجه كده وهم، مش كده؟ اوعدك بعد الفيديو ده اي حد هيدوق من ايدك الكرنبيط هيسالك على سر الخلطه بتاعته. يلا بينا على الطريقه. اول حاجه لما نيجي نختار الكرنبيطه نفسها لازم تكون متماسكه بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده، ما فيهاش اي فراغات. دي كده الكرنبيطه الحلوه. هبتدي اول حاجه اشيل الاجزاء اللي هي الخضراء دي والعروق بتاعتها، وبعدين هنبتدي ان احنا نقطع الكرنبيط بتاعنا بالحجم اللي احنا عاوزينه. انا بحبها بالحجم الصغير ده. اهم حاجه عندي ان يكون فيها الجزء بتاع العرق اللي ماسك الكرنبيطه مع بعضها عشان ما تتفرفتش مننا. بعد كده هبتدي ان انا اخدهم اشطفهم شطفه سريعه جدا تحت الميه، وبعدين هنبتدي ان احنا نجيب حله حوالي مثلا طولتينها ميه، وهحط فيها معلقه كبيره من الملح ونص معلقه صغيره من الكمون، وهقلب ده مع بعضه، وهبتدي احط فيه الكرنبيط اللي احنا قطعناه وشطفناه. بعد كده هبتدي ان انا اخد الحله بتاعتي دي واحطها على نار عاليه بحيث ان هي تغلي غلوه واحده فقط. ده مهم جدا، مش اكتر من اللي حضرتك شايفاه ده كده، عشان خاطر الكرنبيط بتاعنا ما يتهريش مننا. هرفعها بقى من على النار واسيبها متغطيه اثناء ما احنا بنحضر الخلطه بتاعتنا. اول حاجه استخدمت بيض كبير في الحجم. هحط بقى على البيض بتاعي معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من كل بقى البهارات الباقيه اللي هي الكمون والشطه والكركم، فلفل الاسود والبابريكا. بعد كده هبتدي ان انا اضرب كل المكونات بتاعتي دي بالمضرب الكهرباء، وده مهم جدا. بعد ما اضربهم كويس هحط حوالي 3 معالق كبيره من صلصه الطماطم، او ممكن طماطمايه مبشوره، وهكمل ضرب. وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعي والحليب البودره والبيكنج باودر. طبعا هنا هبتدي الاول ادخلهم بس قبل ما افتح المضرب عشان ما يطرش في كل حته، وهكمل ضرب لمجرد ان الدقيق بتاعي يختفي. لو حسيتي ان القوام بتاعها تقيل زي ما طلع معايا هنا، هنبتدي ان احنا نجيب ميه وهنضيفها بطريقه تدريجيه. يعني انا حطيت معلقتين وابتديت ان انا اشغل المضرب الكهرباء يختفوا واحط غيرهم. اخدت معايا حوالي 6 معالق كبيره من الميه. اهم حاجه يكون عندي القوام بتاعي شبه قوام الكيك الجاري، يعني تكون خفيفه شويه عن قوام الكيك العادي. اخر حاجه بقى هنضيفها هي البقدونس المفروم ناعم ولكن بدون اي عروق تماما، يعني الحته اللي فوق دي بتاعه البقدونس. كده خلطتي تمام. هنرجع بقى للكرنبيط بتاعنا. هتلاقي ان هو شايفين شكله عامل ازاي، محتفظ كده بشكله. ده المهم عندي، عشان كده احنا ما غليناهوش كتير، هي غلوه واحده فقط. هنا بقى ما ببتديش ان انا اخد من الكرنبيط وانتشله، لا، بحاول ان انا اصفي الكرنبيط كده في مصفى عشان برضو ما يتهريش، يعني نفس السبب. وهغطيه لغايه لما ابتدي ان انا اسخن الزيت بتاعي. هختبر الزيت بتاعي عن طريق كرنبيطايه كده صغننه خالص، وهو الزيت بيسخن هبتدي ان انا احط شويه كرنبيط من اللي عندي في الخلطه بتاعتي. اول بقى لما احس ان الزيت بتاعي سخن كده هبتدي ان انا اغطي الكرنبيطايه بتاعتي من كل النواحي بالخلطه، وبعدين انزل بيها في الزيت بتاعي. من الحاجات بقى اللي هتعرفك ان انت ماشيه صح، شايفين شكل الكرنبيطه هنا عمل ازاي؟ كانت غطسانه كده وبعدين قبت مره واحده. ده كده بيدل على ان الخلطه بتاعتك صح جدا، وهتبقى هايشه وفي منتهى الجمال. توصل بقى للون المطلوب، وبعدين هبتدي ان انا اطلعها على ورق مناديل. واستمتعي باحلى كرنبيط هتاكليه في حياتك.